طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنساش تخش قناه تليجرام، سايب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. طيب في ناس كتير عندها مشاكل في التعلم، تمام؟ في ناس كتير ما بتعرفش ان هي تتعلم او تذاكر حاجه. ففي الفيديو ده انا عايز اذاكر معاكم حاجه، عايز اتعلم معاكم حاجه، اوريك انا بتعلم ازاي او بذاكر ازاي او بدرس اي حاجه ازاي، تمام؟ الهدف من الفيديو ده مش ان انا اشرح حاجه معينه، ولكن يعني همشي معاك خطوه بخطوه انا بعمل ايه، وهتعلم حاجه معاكم. يعني انا هحرص ان انا اتعلم حاجه معاكم. مش عارف الفيديو ده ممكن يكون ياخد وقت قد ايه، بس انا عايزك تتفرج عليه، عايزك تتفرج عليه تشوفني انا بعمل ايه وهكذا. مش هتلاقي يعني الطريقه الاوبتيمال او الحاجه اللي هي الصح 100%، ولكن يعني بص خد فكره، فاهم؟ فانا الحاجه اللي انا عايز اتعلمها معاكم وهي جيتكس. اسمع الناس كتير بتستخدم جيتكس، وناس كتير بتقول عليها كلام وحش وناس كتير بتقول كلام حلو وبتاع، وانا ما استخدمتش جيتكس قبل كده وما اتعاملتش معاها يعني، فعايز اتعرف معاها عليكم، يعني عايزين نتعلم جيتكس مع بعض. طيب هروح على البراوزر عادي، هكتب جيتكس، ماشي؟ طيب هو جاب لي هنا اول حاجه في الريزلت الباكج بتاعت جيت، تمام؟ هي اسمها جيت مش جيتكس، ولا هي اسمها جيتكس اصلا بس الباكج ذات نفسها اسمها جيت عادي، واخده 651 الف داونلود، ده رقم كبير قوي. بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك فلاتر ميد ايزي، مش عارف ايزي نافيجيشن، لو انت عايز تعمل تنافيجيت من حاجه لحاجه. بيقول لك جيت دوت والله انا ما ذاكرت، ما استخدمتش جيتكس دي قبل كده خالص، دي اول مره انا بستخدمها معاك، يعني اول مره هتعلمها معاك، تمام؟ طيب بقول لك هنا ايزي نافيجيشن جيت دوت تو، وبتبصي له الويدجت اللي انت عايز تنافيجيت ليها. لو انت عايز تشو سناك بار يعني بتيجي تقول له جيت دوت سناك بار مش عارف ايه. لو انت عايز تشو دايلوج او حاجه، ايزيست ستيت مانجر، هنا عندك فار كاونت بيساوي 0 دوت او بي اس، معرفش ايه او بي اس دي، هي غالبا اكستنشن على الانتجرز او على الارقام عموما يعني. طيب وهنا عامل اوبجكت من الاوبكس، الاو بي اكس، ماشي؟ وفي كول باك فانكشن بترجع تكست دوت تو سترينج دوت سترينج يعني. طيب الكاونت دوت سترينج، ماشي حلو. وهنا access data from one instance in another screen easily. طيب حاسس الكلام حلو، دي كلها كل دي حاجات مش عارف ايه الكلام ده. طيب about get، تعال نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك GetX is an extra light and powerful solution for Flutter، ماشي؟ it combines high performance state management, intelligent dependency injection and route management. يعني هي بتتحكم في route management، تقدر تستخدمها as ان هي dependency injection او state management solution وهكذا. GetX has three basic principles. This means مش عارف ايه priority for all resources in the library, productivity والperformance and the organization. كلام كتير بقى. بقول لك performance GetX is focused on performance and minimum consumption of resources، تقلل الاستخدام بتاع resources. GetX does not use streams or change notifier، ما بتستخدمش الحاجات العاديه اللي هي بتاعت الستيت مانجمنت اللي احنا كلنا بنستخدمها او اللي معظم الباكجات بتستخدمها، اللي تشينج نوتيفاير والستريمز والحاجات دي كلها ما بتستخدمهاش. بيقول لك GetX من ناحيه البرودكتيفيتي بتيوز easily and مش عارف syntax pleasant section. هي عارف بليس اللي هو ايه لما تبارك حد، فاهم؟ ده اللي انا بعمله، بروح على جوجل ترانسليت واروح باص الكلمه اشوف جذاب pleasant, طيب السماعه واقفه صوت الكلمه. ان شاء الله ظبطت تمام. طيب pleasant, بليزنت، تمام؟ pleasant, بليزنت يعني جذاب، تمام ماشي. سنتكس كويس يعني جذاب وهكذا. نو ماتر وات مش عارف يو ونت تو دو there is always an easier way with GetX، ماشي؟ ايا كان الحاجه اللي انت عايز تعملها. مش عارف generally developer should be concerned with removing controllers from the memory from الميموري. دي مشكله حقيقيه احنا بنواجهها في حوار الكنترولرز والميموري consumption يعني. with GetX this is not necessary but because resources are removed from memory when they are not used by default. طيب دي حته حلوه. بيقول لك الريسورسز او الكنترولرز او الحاجات دي كلها لما انت ما بتستخدمهاش اوتوماتيك هي بتبدا تريموف الكلام ده كله من الميموري، فدي حاجه كويس. if you want to keep it in memory you must explicitly يعني ايه بقى؟ مش عارف. explicitly, explicitly, طيب declare مش عارف ايه الحاجات دي كلها او كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها الكنترولرز والحاجات دي كلها هي اوتوماتيك بتتشال من الميموري باي ديفولت، تمام؟ قال لك هنا باي ديفولت لو انت ما بتستخدمهاش. لو انت عايز تسيبها في زي ارجيومنت حاجه كده اسمها بيرمننت
بتحطها بتروف عشان ما يبداش ان هو يشيل الكلام ده من الميموري لما انت ما تبقاش تستخدمه بعد كده يعني. ماشي طيب in addition to saving time you are less at risk of having ماشي dependencies انت مش محتاجها. الdependency loading is also lazy by default type. حلو الكلام ده، حلو 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 الحاجات دي قوي. عمال بيبيع 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 وهكذا والحاجات الكتير بتاعتهم دي. طيب نبدا بقى. بيقول لك اول حاجه انت المفروض هتروح على المين بتاعتك وتروح على الران اب تراب المين ويدجت بتاعتك او الروت ويدجت هترابها بجيت ماتيريال اب. طيب هي الجيت ماتيريال اب دي ويدجت ات جيت بيفور يور ماتيريال اب. يعني الماتيريال اب دي العاديه انت هتحط كلمه جيت قبلها فهتبقى جيت ماتيريال اب. ماشي طيب بيقول لك note this does not modify the material app of the flutter. get material app is not a modified material app. هي مش بتموديفاي الماتيريال اب الحقيقيه. it is just a pre-configured widget. يعني ايه؟ يعني ايه pre-configured widget؟ طيب تعال ناخد السطر ده كده ونروح على شات جي بي تي نتناقش معاه فيه. طيب اقفل لي السلايد برضه عشان في حاجات ممكن اكون بسرش عليها. بيقول لك your sentence is mostly clear but it can be improved for better grammar and لا انا عايزك explain طيب بيقول لك اول حاجه ايه. هو انت مش راضي تكسبلين ليه يا اسطى؟ مش راضي تكتب كلام كتير ليه يا اسطى؟ تعال نروح يا عم على تعال ناخد السطرين الكبار دول كده اهو. طيب تعال نروح على كلاودي او تعال نروح نفتح شات جي بي تي عادي. ممكن نبدا شات جديد ونيجي نقول له explain this. طيب sure let me break. ايوه كده بيقول لك what is get material app. get material app is a part of getx package in flutter. it wraps الفلاتر material app adding some extra features like الايزي نافيجيشن. تمام يعني الجيت ماتيريال اب هي زي الماتيريال اب العاديه. هي مش موديفايد، مش الماتيريال اب العاديه متعدله، ولكن هي يعني ايه زي ما تقول عندها اكسترا فيتشرز. وهو قايل لك في الدوكيومنتيشنز هنا ان هي بري كونفيجرد ويدجت. ما اعرفش يعني ايه الكلام ده. طيب المهم الفيتشرز دي زي الايزي نافيجيشن، زي ان انت تقدر تنافيجيت عن طريق الحاجات دي، زي تيجي تقول له جيت دوت تو او جيت دوت باك. ففي ريدابيلتي هنا كويسه قوي. وفي تقدر تستخدم الماتيريال اب دي او الجيت ماتيريال اب في الديبندنسي انجكشن. مش عارف ازاي بس هنشوف. كستيت مانجمنت كالكولايزيشن وهكذا. طيب ايه السطر ده بيعمل ايه؟ بيقول لك turn your app using get material app instead of regular material app. ماشي important get is not modified material app, it's just pre-configured widget. انا عايز افهم الحته دي. that mean it still uses material app under the hood, it just come ready with helpful feature for you. تمام يعني هو كده هي ماتيريال اب عاديه وضيف لها فيتشرز وهكذا. you are not losing anything from الماتيريال اب. تمام يعني انت مش هتفقد اي حاجه من الماتيريال اب العاديه بتاعتك، ولكن هيتضاف لك حبه فيتشرز عليها. في الماتيريال اب is a plain pizza. تمام then الجيت ماتيريال اب is a same pizza but already مثلا topped with التشيز والبيبروني والحاجات دي كلها. فده رايق. بيقول لك which has the default material app as a child. You can configure this manually but it is definitely not necessary. But get material app will create routes, inject them, inject translations, inject everything you need for route navigation. If you use get only for state management and dependency management, it is not necessary to use get material app. get material app is necessary for routes. تمام يعني انت محتاج الجيت ماتيريال اب عشان تقدر تتعامل مع الراوتس، السناك بارز، الانترا، اللوكاليزيشن وهكذا، البوتوم شيت، الدايلوج، الهاي ليفل مثلا اي بي ايز related to routes and absence of context. يعني ايه absence of context؟ غياب الكونتكست. تمام في هنا عامل كويس قوي ان انا مش محتاج الكونتكست. وانا لمحت ده لما جيت انافيجيت من سكرين لسكرين جيت دوت تو ما استخدمتش الكونتكست. فهنا مفيش كونتكست، الكونتكست مش حاضر قوي يعني. تمام في النافيجيشن والحاجات دي كلها. فدي من مميزات الايه الجيت ماتيريال اب، ان هي مش بتربطك قوي بالكونتكست عشان تعمل الحاجات دي. create your business logic class and place all variables methods and controllers inside it. تمام بيقول لك هنا لو انت عايز بقى ايه. طيب
this step is only necessary if you go route management مش عارف ايه and مش عارف ماشي step to create your business logic class and to place all variables methods and controllers inside it. تمام، تحط الحاجات بتاعتك كلها جوه الكنترولرز بقى والميثودز والكلام ده كله. you can make any variable observable using a simple .obs. تمام، ثواني بقى .obs دي اختصار لايه، لobservable. تمام، يعني القيمه دي انا اقدر ان انا اوبزرف على القيمه دي، او اقدر ان انا اتابع القيمه دي، اتابع التغيرات اللي بتحصل فيها وهكذا، وجيت نوتيفايد لما القيمه دي تتغير. فبالتالي ده بقى زي ما تقول ايه، اوبزرفر كده، اقدر ان انا لسن عليه. ماشي، create your view use stateless widget and save some RAM. تمام، with get you may no longer need to use stateful widget. تمام، مش محتاج تستخدم الستيتلس ويدجت، الستيتفul ويدجت، وهتسيف سم رام. ماشي، عايز اشوف ده. فبيقول لك هنا مثلا عمل كنترولر، الكنترولر ده من الكلاس ده العادي بتاعنا ده، قال لك كنترولر سي ماشي جيت دوت بوت كنترولر. يعني ايه بقى جيت دوت بوت كنترولر؟ instantiate your class using get.bot to make it available for all child routes there. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ why to make object great question مش عارف ايه. بيقول لك final controller مش عارف you are creating an object of the class controller using getX method get.bot so why ماشي instead of using الكنترولر. ايوه، ليه ما استخدمش الانيشاليزيشن العاديه بتاعت عشان اعمل اوبجكت؟ ليه محتاج ان انا استخدم الميثود دي؟ بيقول لك because الجيت دوت بوت does more than just creating the object. بتعمل ايه بقى؟ بتكريت الاوبجكت. ماشي، طبيعي بتكريت الاوبجكت، بتريجستر it in getX dependency system. تمام. getX عندها dependency system بيحافظ لك على الديبندنسيز بتاعتك او الاعتماديات او النسخ بتاعتك بطريقه ما، عشان تقدر تحفظ الاوبجكت ده او تحطه جوه الكونتينر الكبير بتاع getX. يعني هتبدا تستخدم get.bot. ماشي، طيب انا في حاجات مش فاهمها هنا. ماشي، it makes it available globally to any widget that needs it. تمام. يعني انا اقدر في widget في مكان معين مثلا في التري، اقدر ان انا اريجستر، او مش شرط widget، يعني ممكن في اي مكان تاني اقدر ان انا اريجستر انستنس من كنترولر معين. الكنترولر ده بيكستند من الجيتكس كنترولر. تمام، انا لمحت دي، واقدر ان انا احطه في الكونتينر ده، واقدر ان انا اكسسه من اي مكان جلوبالي. تمام، حلو. بيقول لك هنا without الجيت ماشي you have to manually pass السي around the widget. افضل ان انا بقى اباصي من ويدجت لويدجت وهكذا، عشان اقدر ان انا اكسس نفس الانستنس. مع الجيت دوت بوت اقدر ان انا اريتريف ده عن طريق الفايند ميثود على طول، من غير ما انا اروح ابدا ان انا ايه انجكت واباصي من ده لده وده لده وهكذا. لا، انا احط الانستنس بتاعي او الاوبجكت بتاعي باستخدام الجيت دوت بوت دي عشان يتحط في نوع ما كونتينر كده. ما اعرفش السيستم عامل ازاي دلوقتي، ايا كان انا هبدا ان انا اكسس الانستنس بتاعي ده من اي مكان عن طريق الجيت دوت فايند. تمام، طيب بيقول لك هنا بقى الويدجت بتاعتك، رحت عملت الاوبجكت بتاعك. الاوبجكت ده عايز تتابع التغير اللي بيحصل مثلا في الكاونت ده. ماشي، فقال لك هنا السنتر اليفيتد باتن جو تو مش عارف ايه التكست بتاعك، جو تو اذر. ماشي، انت هنا بتنافيجيت للسكرين الثانيه. بيقول لك الفلوتنج اكشن باتن بتاعك بقى. ماشي، الفلوتنج اكشن باتن، وده عندك اب بار. الاب بار ده فيه الكاونت. تمام، يعني الكنترولر بتاعي الكلاس اللي اسمه كنترولر ده انا خدت منه انستنس. الانستنس ده اوريدي موجود في سنترال ريجستري كده، او في مكان او في كونتينر تبع جيتكس. تمام، هبدا ان انا اخد الكنترولر ده عشان اكسس الكاونت منه، وابدا ان انا اعرضه، وهروح اعمل اكشن على الكاونت ده. هروح على الكنترولر، هبدا ان انا اقول له انكريمنت. اول لما انكريمنت ده انا كده اوريدي انا عامل الكاونت ده از ان هو اوبزرفبل. تمام، انا اقدر ان انا اليسن عليه ازاي بقى؟ دايركت كده. لو انا جيت كده قلت له سي دوت كاونت مثلا، اكسسته دايركت كده، هل انا كده بليسن عليه؟ عايزين نكتشف ده، ومن هنا انا ابدا اكتب كود بقى، وان هنا ابدا ان انا العب شويه. تعال ناخد الجيت
نروح نعمل فلاتر بروجكت. تعال نفتح الكوماند لاين. طيب انا هخش على الديسك دي وهخش على سي دي. كان في 36 تقريبا صح؟ اعتقد كان في 36. ماشي فلاتر كرييت مثلا، ممكن نيجي نقول له جيت اكس كراش مثلا بالشكل ده. سي دي جيت اكس كراش. طيب انا عايز اجي اقول له هنا كود دوت، افتح لي يا ابني في الفيجوال ستوديو كود. طيب فتح لي البروجكت بتاعي في الفيجوال ستوديو كود. انا كده فهمت حبه حاجات كتير. في ده فهمت ايه؟ فهمت ان جيت اكس اقدر ان انا استخدمها في ان انا استخدمها از ان هي ديبندنسي مانجمنت سيستم. اقدر ان انا استخدم ده عن طريق الجيت ماتيريال اب. الجيت ماتيريال اب هي مجرد ويدجت زي الماتيريال اب العاديه، ولكن هي بري كونفيجرد على ده، فبالتالي متضاف لها حبه فيتشرز زياده. هي نفس الروت ويدجت العاديه بتاعتنا، ولكن زي ما تقول ايه، عندها اكسترا فيتشرز كده. من ضمنهم ان انا اقدر ان انا استخدمها از ان هي ديبندنسي مانجمنت سيستم. معرفش نستخدم ده ازاي لسه، ولكن عرفت يعني ايه جيت اكس كنترولر. معرفش لسه برضه يعني ايه جيت اكس كنترولر بصراحه، لسه معرفش، بس حاسس ان انا بلقط والدنيا حلوه. طيب انا مش عايز الايميليتور ده يا اسطى، انا في ايميليتور فاتحه اصلا. صباح الفل. طيب تعالى نعمل رن. تعالى نروح على الماتيريال او على الباب سبيك دوت يامل. هاجي هنا اروح ضايف الفيرجن بتاعه جيت اكس دي. طيب تعالى نرجع نكمل. عايزين ناخد السطرين الكود دول بس نعمل روم رن كده. بيقول لك هنا 3 بيلرز. يعني ايه بيلرز؟ اعمده. بيقول لك هنا رياكتيف ستيت مانجر رياكتيف بروجرامينج كان alienate many people because it's said to be complicated. GitX turn reactive programming into something quite simple. You won't need to create stream controller. انا عرفت اوريدي ان هي فوق مش محتاج ان انا استخدم ستريمز او تشينج نوتفاير. ده اللي انا قراته فوق صح؟ قراته at some point هنا انا فاكر. انا مش محتاج ان انا استخدم ستريمز ولا تشينج نوتفاير، فطبيعي مكمل معانا هنا. بيقول لك الثلاث اعمده الرئيسيين بتوع جيتكس. بيقول لك انت مش محتاج ان انت تستخدم ستريم كنترولر، مش محتاج ان انت تستخدم ستريم بيلدر for each variable. You will not need to create class for each state. مش محتاج تعمل class for each state. مش محتاج ان انت تكريت a get for an initial value. مش محتاج ان انت تكريت a get for an initial value. مش عارف جيتر يعني قصدك ولا ايه؟ مش فاهم. You will not need to use code generators. مش محتاج تستخدم الكود جنريتورز. طبيعي الكود جنريتورز من الحاجات اللي حلوه قوي، ولكن من ليها مساوئ ان انت بتقعد وقت كتير قوي تبيلد، وساعات البيلد ما بيظبطش فبتضطر ان انت فاهم. Let's imagine that you have the name variable have a name variable and want that every time you change it all widgets that use it automatically change. تمام. كل الحاجات اللي بتستخدم الفاريبل بتاعك ده اللي هو النيم فاريبل يحصل لهم تغيير لما النيم ذات نفسه يبدا ان هو يتغير، فهتحول ده لاوبزرفبل، هتحول ده لشيء حد يستمع ليه او يراقبه. تمام. you just need to add .obs to the end of it. تمام. هتضيف الاو دي هتحوله لاوبزرفر يعني او observable اصلا. تمام. طيب and in the UI when you want to show that value and update the screen whenever the value changes simply do this. تيجي تقول له obex او معرفش ايه obex ده. بيقول لك هنا في اليو اي بتاعك لما تيجي تحتاج ان انت تشو الفاليو دي وتابديت السكرين، لما يحصل تغيير على الفاليو دي ابدا ان انت تستخدم الويدجت دي وتحط جواها التكست ده. طب ثواني، هو فوق كان مستخدم الاوبكس دي؟ كان مستخدم الاوبكس دي. شفت انا ما خدتش بالي منها. بيقول لك هنا يوز الاوبكس تو ابديت التكست whenever count it change. طيب انا لقطت ايه بقى؟ لقطت ان الدوت او بي اس دي انا بحول الفاليو بتاعتي دي لاوبزرفر. تمام. بحول الفاليو دي لاوبزرفبل. تمام. والويدجت دي هي بتوبزرف على القيمه دي او على الفاليو بتاعتي دي، فانا اقدر ان انا اتابع التغيير اللي بيحصل في القيمه دي ويحصل لي ريبيلد عن طريق الايه؟ الاو بي اكس ويدجت دي. تمام. حاسس ان انا لقطت حاجات كتير قوي. ممتاز. طيب بيقول لك الثري بيلرز دول اولهم الستيت مانجمنت. وعرفنا الحته البسيطه بتاعتهم، لسه ما اعرفش في كلام تاني فيها ولا لا. بيقول لك هنا راوت مانجمنت. ماشي، لو انت عايز تمانج الراوتس بتاعتك تقدر ان انت تستخدم الحاجات دي كلها.
جيت دوت باك ترجع خطوه اكيد يعني، وهكذا كل بقى الميثودز بتاعتهم وهكذا. تمام. الديبندنسي مانجمنت. Git has a simple and powerful dependency manager that allow you to retrieve the same class as your block or controller with just one line of code, no provider context or inherited widget. تمام. مفيش inherited widget، مفيش context relation، مفيش context coupling، مفيش خنقه بتاعت الكونتكست. لا، بيقول لك انا هعمل لك dependency management من عندي عن طريق البوت ميثود دي. تقدر ان انت تريجستر اي اوبجكت انت عايز تحطه مثلا في سنترال ريجستري كده او كونتينر كبير كده، تقدر تحط الكلام ده كله عن طريق البوت ميثود دي. لما تيجي تقول له جيت دوت بوت هيبدا يخزن الكلام ده كله، او يبدا يحط لك الكنترولر ده جوه البوكس الكبير. نوت if you are using get state manager pay more attention to the binding API which will make it easier to connect your view to your controller. مش فاهم دي. Instead of instantiating your class within the class you are using، ماشي، you are instantiating it within the get instance. يعني بدل ما اخد object من الكلاس بتاعي في المكان اللي انا بستخدمه، لا انا باخد اوبجكت عن طريق الجيت انستنس، بحطه في الجيت انستنس. يعني ظاهر الجيت انستنس ده هو كونتينر كبير كده في الاوبجكتس او الديبندنسيز بتاعتي اللي انا هبدا ان انا احطها كلها. تمام. which will make it available throughout your app so you can use your controller البلوك normally or class block normally. تمام. الجيت dependency management is decoupled from other parts of the application, so it for example your app is already using state manager anyone it doesn't matter. تمام. الجيت dependency management is decoupled from other parts of the package, so if for example your app is already using state manager anyone it doesn't matter, you don't need to rewrite it all, you can use the dependency injection with no problem at all. اعتقد الكلام ده انا شقلبته، الحتتين دول شقلبتهم، بس انا حاسس ان انا خدت كلام كتير قوي على ان انا اكتب سطرين كود افهم بيهم اكتر. فانا عايز اكتب سطرين كود وابص والعب. تمام. انا عايز العب. تمام. تعالى نيجي نقول له ران وزاوت ديباجنج بالشكل ده. انا عايز اشوف انا مسجل بقالي قد ايه. بقالي 22 دقيقه. طيب اعتقد هنشقلب الباكج النهارده يعني. انا عايز اتعلمها بقالي كتير. طيب هو عمل رن هنا على ده، مش عايز الرن هنا، انا عايز الرن على ده. تمام. اعمل ديستروي يا اسطى. طب قبل ما يرن هشرب واجي. طيب انا شربت. تمام. اللي انا عايز اقوله لك بقى ايه، اللي انا عايز اقوله لك ايه، ان انا بعد ما قرات حبه. تمام. دلوقتي انا قرات حبه حاجات وفهمت حبه حاجات ولمحت كام سطر كود كده ومعلمين في دماغي دلوقتي. تمام. طيب انا هبدا ان انا اطبقهم من غير ما ارجع ابص عليه. ركز معايا. هبدا ان انا اطبق الكود ده من غير ما ارجع ابص عليه عشان اشوف انا وصل لي ايه او فهمت ايه. دلوقتي انا عرفت ان انا عشان اعمل كنترولر او نقدر نعمل كلاس مثلا. الكلاس ده نقدر نحط فيه مثلا قيم، القيم دي قابله ان هي تتغير ويبدا التغيير ده يسمع في اليو اي. فلازم الكلاس بتاعي يورث من الجيتكس كنترولر. هنعرف الجيتكس كنترولر ده يعني ايه كمان شويه. انا مش عارف ايه الجيتكس كنترولر ده. المهم اليو اي اللي قدامي ده هو هيخدم نفس الحاجه اللي انا عايز اعملها. طيب انا عايز اروح على الهوم بيج دي، اشيل كل الرغي ده كله. ماشي. كل الرغي ده سيب لي الفلوتنج اكشن بutton. تمام. اطلع لي فوق، هات لي الويدجت دي كلها، كل اللي جوه البيلد اهو. شيل لي البادي خالص. ماشي. وسيب لي الاب بار حلو، الاب بار كويس، الاب بار جميل. وشيل لي ده كل ده مش محتاجينه، وحول لي الويدجت دي لستيتلس ويدجت. طيب قشطه، حولتها لستيتلس ويدجت. شيل لي الكلام ده كله مش محتاجه. حلو. طيب تمام. بسم الله. طيب الانكريمنت كاونتر دي اللي انا هبدا استخدمها عشان ازود القيمه اللي جوه البتاع ده. ماشي. قشطه. طيب تعال عشان السطر ده كمان كده، الكومنت ده حلو الكلام. طيب تعال نعمل الستارت. اعتقد الدنيا رايقه والدنيا حلوه والدنيا جميله. تعال نعمل فايل نلعب، هسميه نلعب دوت دارت. ماشي. طيب هعمل فيه كلاس. الكلاس ده هسميه كنترولر بالشكل ده. ده بيكستند او بيورث من، انا عايز اقفل كوبايلوت عشان انت كوبايلوت خنقني.
في حياتي عموما. طيب تعال نعمل زوم 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 زوم. طيب هسميه جيتكس او هيكستند من الجيتكس كنترولر كلاس. طيب هو تبع الباكج بتاعت الجيت، تمام، هي اسمها جيت مش جيتكس يعني الباكج ذات نفسها، ماشي. طيب هاجي هنا هعمل مثلا وليكن انت مثلا فاليو، الفاليو دي هتاخد مثلا وليكن كانيشال فاليو دوت زيرو مثلا، وهاجي اقول له دوت او بي اس اوبز، تمام. طيب بالشكل ده هو هنا متضايق وبيقول لي الار اكس انت، تمام، يعني ده مش انتجر. لما انا باجي اقول له دوت او بي اس، الاو بي اس دي بترجع لي ار اكس انتجر او ار اكس دبل او ار اكس بوليان، تمام. فهي ما ينفعش تكون انتجر. انا ممكن اجي اقول له ار اكس انت بالشكل ده. لما قلت له ار اكس بس لاحظ ان هو ما اتضايقش. فالظاهر الار اكس ده هو كلاس، الكلاس ده هل الار اكس انتجر ده بيورث من الار اكس على طول؟ بيورث من الار اكس، وببدا ان انا احدد له التايب هنا انت كذا، في هنا اوبريتور بلس اوبريتور ماينس وهكذا. الظاهر عاملين شغل رايق يعني، فما علينا. طيب انا هخليها ار اكس عادي بما ان انا عرفت تمام البيرنت وهكذا. طيب هاجي هنا هعمل فانكشن اسمها انكريمنت كده ولا غلط؟ طيب تعالى نروح على كوبايل على ترانسليتر ده انكريمنت تمام، مفيش ايه انكريمنت قشطه. هاجي هنا اروح على الفاليو دي وهاجي اقول له بلس بلس قشطه بالشكل ده. طيب هو هنا متضايق، بتساوي مثلا او بلس بتساوي الفاليو ايه ده؟ البلس اوبريتور isn't defined for the type rx. الظاهر دي لازم نخليها rx انت، عشان لما جيت قلت له بلس بلس اصلا اتضايق. ما جيت قلت له بلس بلس اتضايق. طيب هخليها مثلا فار، ماشي، هخليها فار قشطه. او لو انا شايف ان هي هتبقى انتجر او الزياده بتاعتها هتبقى انتجر يعني خليها rx انت بالشكل ده قشطه. طيب كده انا اعتقد عملت الكنترولر البسيط العبيط بتاعي. في برضو لو هعمل فانكشن اسمها ديكريز، مش عارف ليه مترجم ديكريز كده بقى، ما تقوليش ان هي فيها فاليو ماينس ماشي. طيب لو انا رحت على الجيتكس او على الكنترولر ده هعمل منه اوبجكت جوه البيلد. هو كان بيعمل منه اوبجكت جوه البيلد على ما اتذكر، تمام. فانا هاجي اقول له كنترولر، تعال نعمل امبورت كنترولر بالشكل ده بيساوي الجيت دوت بوت. الجيت دوت بوت ايه بقى؟ الجيت دوت بوت ايه؟ الكنترولر، صح؟ مش انا بوصيله هنا اوبجكت. لو وقفت على البوت دي ذات نفسها هتلاقيه كاتب لك ان هي بتنجكت الانستنس ده ان ميموري. هي بتحط الانستنس ده او الاوبجكت بتاع الكنترولر ده جوه الاوبجكت بتاع الكنترولر ده جوه الميموري، فبتخزنه جوه الميموري. نو نيد تو ديفاين ا جينيريك تايب، ماشي، انهيرت فروم ديبندنسي بارامتر. ما علينا بالكلام ده كله. المهم انا كده عملت سيف للكنترولر ده جوه الميموري. اقدر اجي هنا اقول له يا كنترولر انا عايز انكريمنت، ماشي، ابدا ان انت انكريمنت. وفي التكست التايتل بتاع التكست ده، او تعالى نعمل هنا بادي بحط البادي جوه الاب بار. في البادي هاجي احط هنا وليكن افتكرت اسم الويدجت او بي اكس، تمام. دي اللي هت اوبزرف او هتلسن على الفاليو اللي هي موجوده جوه الكنترولر، تمام. فانا هاجي هنا اقول له انا هرجع تكست، هي ليها تشايلد ولا ليها ايه؟ بالظبط الكول باك بتاعتها اللي جواها. لو دخلنا على الاو بي اكس هنلاقي في فانكشن اسمها بيلدر. البيلدر دي ببدا ان انا ايه، هي مش نيمد، تمام، هي مش نيمد قشطه. طيب هاجي هنا ابصيله الحاجه اللي انا عايز اعمل لها بيلد. طب ايه الحاجه اللي انا عايز اعملها بيلد؟ التكست. طب التكست ده هيشيل فاليو، الفاليو دي هجيبها منين؟ هروح على الكنترولر وابدا ان انا اكسس الفاليو بتاعته واجي اقول له دوت تو سترينج بالشكل ده. تعال نسيف، تعال نروح هنا على ده، تعال نخليه مثلا الستايل بتاعه، اللهم صل على سيدنا محمد. اروح على الستايل، التكست ستايل بالشكل ده، مثلا الفونت سايز وليكن اخليه مثلا ايه 40 قشطه. طيب وحط سنتر لي ده عشان اشوفه كده في النص. طيب انا عايز اقول له راب التكست ده ويز سنتر بالشكل ده. لو رحت جيت دوست بلس بيزود الله ده جامد اهو. طيب حط لي ضرب وزرو مثلا عشان نشوف نجرب الديكريمنت او النقص، تمام، ان انا انقص يعني. هاجي اقول له ديكريز مثلا
طيب هنا increase decrease. والله ما عارف انا كاتب decrease صح ولا غلط. تعال نحط decrease هنا. decrease صح، كاتبها صح. تمام. طيب تعال نحط مثلا هنا نفصلهم عن بعض، او نودي هنا space between المين axis alignment. main axis alignment dot space evenly مثلا، او space around مثلا، اي حاجه كده حلوه. وهات لي دي ماينس مثلا. مفيش ماينس. في اد انكريمنت ديكريمنت مثلا ايه، مينيمايز مثلا. مينيمايز حلو. طيب هنا ماينس بينقص، هنا بيزود، هنا بينقص، هنا بيزود. والله شكله جميل وشكله حلو والدنيا لذيذه يعني. طيب هو هيك ايه اللي بيحصل هنا دلوقتي؟ انا عرفت اللي انا بعمله ايه، ان انا بروح اعمل كنترولر. الكنترولر ده مجرد كلاس او اوبجكت بيورث من الجيتكس كنترولر، بحط جواه القيم بتاعتي او الفاليوز بتاعتي اللي بيتغير، وباجي احط دوت او بي اس او الاكستنشن بتاعت ان انا احوله يعني لاوبزرفبل. فبالتالي ببدا ان انا استخدم جوه اليو اي الويدجت بتاعت الاو بي اكس دي، او بتكستند من او بي اكس ويدجت. الاو بي اكس ويدجت بتكستند من ستيتفول ويدجت عاديه. وهنا بيقول لك حبه كلام حلو قوي 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 قوي. بيلسن على الاوبزرفر وبيبدا ان هو ابديت التري، فمجرد بيعمل سيت ستيت يعني. تمام، ده اللي انا شايفه. وهنا في الاخر بيبدا ان هو يديسبوز او يكلوز او كلير او يريموف او يوقف الاوبزرفر بتاعنا. كلام بسيط يعني، كلام سهل. شايف ان هو، وهنا برضو بتستخدم ستريم سبسكريبشن، مع انه قايل لك هو انت مش محتاج تستخدم الستريمز عموما، فاهم؟ هو بقى عامل لك زي ايه، لاير كده تقدر تستخدمها فوق الستريمز يعني. فهو في الاول والاخر بيستخدم الستريمز. تمام. اعتقد الكود بتاعهم ذات نفسه اصلا سهل، فاهم؟ ان انت تخش جوه الجيتكس ده وتبدا تقرا الكلام ده، تحس ان هو نوعا ما يعني مش الكلام الصعب يعني. ف قشطه يعني، قشطه. طيب بس اعتقد كده رايق. بس انا عايز اتست حاجه، عايز اشوف الاوبجكت اللي انا حطيته جوه الجيتكس ده. ماشي. في البدايه انا عايز اروح على المين بتاعتنا، وهاجي بدل ما هي جيت ماتيريال اب اخليها، بدل ما هي ماتيريال اب اخليها جيت ماتيريال اب. وعايز احط زرار تحت التكست ده مثلا، او زرار هنا في البادي تحت البادي مثلا، هنا راب ويز ويدجت كولوم مثلا. الكولوم ده احط تحته زرار، وليكن هحط مثلا elevated button مثلا. elevated button ده بينافيجيت على سكرين تانية. التشايلد بتاعك وليكن مثلا ايه، سكافولد. وجوه في السكافولد ده، في البادي بتاع السكافولد، انا هبدا ان انا احط ايه. طيب تعالى عشان ما نحطش ويدجت جوه سكرين جوه سكرين، تعالى نعمل هنا مثلا ايه، نيو سكرين دوت. تمام. طيب هاجي هعمل ستيتلس ويدجت هنا، نيو سكرين بالشكل دي هترجع ويدجت ده اهي. وهاجي هنا جوه البيلد، هبدا ان انا اروح اعمل كنترولر. بس هروح اجيب الكنترولر بتاعي من الجيت ذات نفسها، من الكونتينر بتاع الجيت. فهاجي اقول له يا جيت انا عايز كات فايند جيت دوت فايند ايه بقى، الكنترولر بالشكل ده. اعتقد طيب هو هنا متضايق، بيقول لك too many positional arguments expected one. الفايند دي بتستقبل ايه؟ الفايند دي بتستقبل string tag. هو انا هاجي اقول له فايند، هو هيروح يتشيك على التايب يعني، ولا انا مش فاهمك؟ هو انا عملت امبورت الجيت غلط ولا ايه؟ طيب لا، انا عملت لها امبورت صح. ما علينا، انا عايز اروح اخد نفس الويدجت دي زي ما هي كده اهو، اروح رايح حاططها هنا، اشوف هل لو انا عملت نافيجيت هيعرض لي نفس القيمه بتاعه الفاريبل بتاعي ولا لا. بس ده اللي انا عايز اعمله. عايز اجي هنا اروح على المين بتاعتنا، وعايز ابدا نافيجيت. فانا هنافيجيت عن طريق الجيت على طول. فاجي اقول له جيت دوت تو تقريبا نيو سكرين. قشطه. طيب التشايلد بتاعك هيبقى مثلا تكست نافيجيت، اسمه نافيجيت بالشكل ده. تمام. طيب تعال نسيف، تعال فورمات، تعال كنترول مين اكسس الاينمنت، مين اكسس الاينمنت دوت سنتر بالشكل ده. قشطه. طيب لو انا اروح ادوس على الزرار ده، المفروض ان هو نافيجيت. واو، من غير ما اقول له اي حاجه هو عرف التايب اللي انا عايزه. جامد جامد. طب خليها 3 5 6
اذا اللي انا استنتجته ايه؟ ان انا عندي الجيت ده هو مجرد كلاس، الكلاس ده اقدر ان انا اخزن فيه حبه حاجات ديبندنسيز عن طريقه اخزن جواه، او هيسمح لي ان انا اخزن جوه الانستنس ده، الانستنس ده يخليني اخزن جوه الميموري مجموعه حاجات، اوبجكتس، حبه انستنسز بتاعتي، حبه ديبندنسيز انا محتاجها، اي حاجه، تمام، وتحتفظ بالفاليو بتاعتها، واقدر ان انا اكسسها جلوبالي من اي مكان، تمام، عن طريق الجيت. جيت بوت هيبدا ان هو يخزن اوبجكت، الاوبجكت ده جوه الميموري، جيت دوت فايند هيبدا ان هو يريتريف ده وهيجيبه لي بنفس الحاجات بتاعته، بنفس القيمه، بنفس كل حاجه. طب افرض انا عايز اعمل اكتر من اوبجكت في سيناريو تاني، انا عايز اعمل اكتر من اوبجكت. هو كده بيخزن نسخه واحده او انستنس واحد او سنجلتون يعني. فانا افرض انا عايز اعمل اكتر من اوبجكت، ممكن اروح شات جي بي تي في دي، ماشي. طب ولو انا عملت اكتر من اوبجكت، انا قرات ان في حاجه اسمها تاج، التاج دي ايه؟ لو انا جيت قلت له كونتينر كنترولر 2 بيساوي جيت دوت بوت، اقدر احط تاج؟ ابقى فهمت اللعبه بتاعته، اقدر احط تاج وريتريف من نفس التاج، صح؟ قول لي بالله عليك ان انا فهمتها صح. طيب التاج دي ممكن احط مثلا، اجي اقول له ايه، كاستم بالشكل ده كده، انا اقدر اعمل اوبجكت جديد بس بتاج، نفس النظام الديبندنسي انجكشن بتاع جيتت. اقدر ان انا احط كان اسمها ايه الكي كان اسمه ايه؟ نسيت الكي. كان في حاجه كده تقدر تعملها في جيتت عشان تعمل اكتر من اوبجكت من نفس الحاجه ويكونوا سنجلتون برضو. كان في حاجه اسمها تاج او انستنس نيم، حاجه زي كده، اقدر هنا اتريف ده. طيب لو انا رجعت او رحت دايس هنا، قال لي كنترولر نوت فاوند، تعال نعمل ريستارت عشان انا شاكك ان هي مشكله ريستارت، بس تعال نروح نسيف الاول، تعال نعمل ريستارت. طيب انا هزود ده، زود وعايز اعمل نافيجيت، مشكله انا فهمتها غلط، اعتقد ان انا فهمتها غلط. طيب تعال نتاكد من النيم ان هو صح مبدئيا، وعايز اروح على نيو سكرين، ابدا ان انا ما جبتش ما جبتش البتاع صح. جامد جامد، راح جاب لي الاوبجكت التاني. طب انا باي ديفولت لو انا عملت كده وعملت نافيجيت، هيروح يجيب لي ال 12 اللي هو من غير نيم، اللي من غير تاج، فاهم قصدي؟ اللي هو من غير تاج. وانا ممكن احط تاج هنا برضه لده، اميز الاوبجكت ده عن باقي الاوبجكتس. دلوقتي الموضوع عامل ازاي؟ عامل زي كونتينر كبير او بوكس كبير، حاجه زي الصندوق ده كده. الصندوق ده انا اقدر ان انا احط فيه حبه اوبجكتس، تمام. الاوبجكتس دي كلها غالبا اللي انا ملاحظه ان هي سنجلتون، لان انا بقدر ان انا اكسسها جلوبالي، والقيمه بتاعتها بتبقى واحده، ثابته هنا ثابته هنا ثابته هنا ثابته هنا. فبالتالي عشان اميز اوبجكت عن اوبجكت تاني عايز اعمله في نفس المكان، اقدر ان انا ايدنتيفاي ده، او ان انا افرق ده عن ده عن طريق التاج. التاج ده ممكن سترينج، نقدر نقول عليه ان هو بيايدنتيفاي ده عن ده عن ده عن ده، فاهم قصدي؟ فانا اقدر هنا مثلا اجي اقول له 2 على سبيل المثال، لو خدت الاثنين ده رحت هنا. طب انا لو ما حطيتش صحيح، لو الاثنين بتاج، ما هو السيناريو ده رايق برضه، شفت خطر على بالي سيناريو دلوقتي. انا دلوقتي عامل ايدنتيفاي هنا باثنين، وفي واحد اسمه كاستم وواحد اسمه نيم، واخد ده التاج بتاعه 2 وده التاج بتاعه كاستم. لو انا رحت على ده وما حددتش اي تاج فيهم، هيعمل ايه؟ زود نافيجيت، هيضرب عشان ما لقاهوش، ميك سنس، تمام. طيب لو رحت انا على التاج وحطيت له 2 بالشكل ده وسيفت، هيروح يجيب لي ابو 4. واو. طب تعالى نعمل ريستارت. طيب ثانيه، ايه الايرور ده؟ نافيجيت 4 multiple heroes that share the same tag within the subtree. هو بيستخدم هيرو ويدجت ولا ايه؟ بيستخدم هيرو ويدجت بجد في حوار التاج ده؟ لا، ما انا لازم اعرف. امال ايه؟ warning consider using get.to page instead of get to page بالشكل ده using a widget function instead of widget fully guarantee that الwidget it is controllers will be removed from memory when they are no longer used. فالصح ان انا استخدم كده، ان انا اعملها وريتيرن من الكول باك دي. ما علينا بدي، عايزين نشوف المشكله دي. بيقول لك within each subtree for which heroes
are too animated مش عارف ايه. each hero must have a unique null ID. طيب المشكله فين؟ المشكله ان انا عندي هنا تاج اسمه 2 وتاج اسمه كاستم. لما رحت على دي قلت له فايند التاج اللي هو اسمه 2 ضرب، هو جاب لي القيمه بتاعته بس ضرب، ما اعرفش ضرب ليه. 4 ضرب ليه بقى؟ تعالوا على شات جي بي تي. ضرب. You are getting an error because you have two floating action button in the same screen in my home page without setting different hero tags. يعني ايه الهيرو تاجز؟ ايه المشكلة ان انا استخدم two floating action buttons؟ elevated buttons؟ مش فاهم. اشتاط هنعمل ريستارت. ايه ده مش بسبب جيتكس اصلا، بسبب ان انا مستخدم 2 فلوتنج اكشن بutton من غير. طب ايه المشكله لو انا استخدمت 2 فلوتنج اكشن button؟ there are multiple heroes that share the same tag within a sub tree. طيب لازم اميز ده عن ده. لو انا هستخدم 2 فلوتنج اكشن button within the same لازم احط هيرو تاج هنا او ايدنتيفاير لده وايدنتيفاير لده. اول مره اعرف المعلومه دي، مش عارف ليه ومش مهتم بصراحه، مش حاجه اقطع فيها وقت كبير. تمام تعال نكمل. بيقول لك هنا get dot find كذا اليوتلز. ابدا ان انت مسجز اكستندد ترانزليشنز. بتمانج الترانزليشنز كمان، ولع الدنيا. بيقول لك كلاس هنا اسمه مسج باكستندد ترانزليشنز. جيت كيز، الكيز دي مثلا انجلش كذا. تبدا تحط الترانزليشنز بتاعتك جوه الماب دي كلها. دي اي كذا، تبدا تحط الترانزليشنز بتاعتك كلها. ماشي والله كلام كويس. المسجز باجي اقول له الترانزليشنز بتاعتي موجوده فين؟ موجوده في المسجز، في الكلاس اللي اسمه مسجز بيكستند ترانزليشنز. تمام. طيب تعالى نعمل الكلام ده كده ونشوف الحوار هيبقى عامل ازاي. طيب تي ار دوت دارت بالشكل ده، كلاس اسمه مسجز بيكستند من الترانزليشنز بالشكل ده. المسجز ده في اوفر رايد اعتقد اللي هي بتاعت الجيت الكيز دي. تمام. هنا هبصيله ماب او ريتيرن ماب. الماب دي هبدا ان انا احدد فيها اللغه بتاعتي. انجلش يو اس وهكذا. وابدا ان انا ايه ابصيله هنا الكيز بتوعي كلهم مثلا، وليكن نيم هيبقى اسمي هنا بالانجليزي صابر بالشكل ده. وممكن ان انا احط اي ار اي جي مثلا على سبيل المثال. طب انا حطيتها اي ار بس وحطيتها هنا صابر بالشكل ده. تمام. وسيفت وجيت على المسجز دي، رحت على المين بتاعتي ورحت هنا على الجيت ماتيريال اب. هلاقي هنا في كي اسمه ترانزليشنز، صح؟ اعتقد ترانزليشنز. هبدا انا بصيله اوبجكت من المسجز بتاعتي، صح يا ريق؟ صح. ممكن اجي هنا اعرض تعال نعمل الكنترولر بيغير اللغه. تمام. يعني عايز اعمل كلاس اسمه ايه؟ اسمه localization مثلا. تمام. كلاس اسمه localization controller مثلا. ده بيكستند من الجيتكس كنترولر بالشكل ده. change language مثلا، دي بتستقبل لوكال بالشكل ده. طب انا عايز اغير اللوكال، هعمل ايه؟ هاجي نروح لجيت اعتقد. ماشي دوت، في حاجه اسمها ست ولا مفيش؟ بهبد انا، مفيش ست لوكال والكلام العبيط ده. طيب ازاي اتحكم في اللغه بقى؟ ازاي اثر على دي؟ ابديت اللوكال. لا ابديت اللوكال بالشكل ده، وابدا انا بصيله اللوكال بتاعي. هل لازم يكون اوبزرفر برضه وكده؟ اعتقد، مش عارف. جيت لوكال
تعالى نروح على نعمل كونستراكتور، وجوه البادي بتاع الكونستراكتور هبدا ان انا جيت اللوكال على سبيل المثال. لوكال اب لوكال بالشكل ده بيساوي افتراضا مثلا ان في كاش او حاجه، بس انا ما عنديش كاش. هل هو بيمانج الكاش برضو ولا لا؟ يعني مش للدرجه دي، يعني مش بتعمل كل حاجه، انت فاهم، يعني مش مراتك يعني. فاعتقد في البدايه ممكن نخليه مثلا اي ان او حاجه، اي ان مثلا، صح؟ ممكن نخليه اي ان بالشكل ده مثلا. اعتقد مش محتاجين ده، خلاص مفيش حاجه هنعملها يعني. وممكن انا اجي اقول له هو انا محتاج اللوكال ده ليه؟ ما هو هيأثر اصلا في الماتيريال اب، هو هيأثر في الماتيريال اب على طول. يعني مش محتاج اوبزيرف هنا، ومش محتاج حاجه، صح؟ مش محتاج اوبزرفبل هنا، تصدق؟ لو انا رحت على ده وجيت عملت لوكاليزيشن كنترولر، لوكال كنترولر، انا عارف ان انا كتبتها غلط، لوكال كنترولر، جيت قلت له بيساوي الجيت دوت بوت مثلا اوبجكت من الكنترولر ده، ماشي، من اللوكاليزيشن كنترولر ده، تمام. مش هحط التاج، مش هعمل اي حاجه، مش هايدنتيفاي ده بحاجه معينه، وهاجي اقول له لوكال دوت كنترولر. تعال نعمل زرار هنا elevated بutton برضو، ده بيغير اللغه، ده بيغير اللغه. مثلا على سبيل المثال هروح child هيبقى text change language مثلا بالشكل ده، وهنا هروح على الكنترولر بتاعي او اللوكال كنترولر ده دوت change language مثلا على سبيل المثال هخليها AR بالشكل ده، تمام. طيب ماشي، هخليها AR. لو انا رحت عليه دوست عليه، ايه يا عم من غير اي حاجه؟ بالله عليك، بالله عليك يا جدع، يا جدع بالله عليك. طب انا عايز اروح اجيب الكلمه بتاعت اللي هي اللي انا حاططها في الترانزيشنز دي، اللي هي دي، اللي هي النيم. عايز اروح اجيب النيم، انا حطيت المسجز دي في الترانزليشنز جوه الجيت ماتيريال اب. كان في هنا كي اسمه ترانزليشنز، قلت له خد المسجز بتاعتك، ده اللي انا قريته يعني. لو انا جيت هنا شلت ده خالص، عايز اروح ريتريف حاجه من اللغه، اجيبها ازاي؟ قال لك هنا فين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. فين انا مش فاكر. وده اللوكال الحالي. كمان حاطط لك سيستم لوكال، تقدر تجيب السيستم لوكال دلوقتي. ايوه انا عايز اقرا كلمه، طب اقراها ازاي بالله عليك؟ تي ار، تقول له الكلمه زي التي ار دوت تي ار، يعني مثلا كده اهو نيم دوت تي ار دوت ترانسليت، قشطه. طيب تشينج، هي هنا بالانجلش، طب لو خليتها اي ار سيفت ما راحش جاب لي النيم. طب تعالى نعمل ستارت. غالبا الماب دي بتبدا ان هي كده اهو ماب في البدايه، بيبدا ان هو يخزنها مثلا، و جامد. ايه ده؟ تحفه بجد، حوار جامد قوي. انا عايز اشوف بيحب يعمل ايه في الترانزليشنز دي كلها، والسنجلر والبلورال دي لو انت عايز كي معين يعني، ولا ايه؟ مش فاهم. ترانسليت بلورال يعني ايه؟ مش عارف. ابديت اللوكال، بتابديت اللوكال، خلصت، فاهم ببساطه. طيب هنا انا عايز اعمل زرارين مثلا، زرارين يعني، واحد اخليه عربي انجلش ايه، رو. انا بدات انام اصلا واخر اليوم، انت فاهم، قاعد طول النهار بشتغل، فبالتالي مش فايق يعني. انجلش عربيك بالشكل ده، حلو الكلام ده. بدل ما هو اي ار هيبقى اي ار، ده هيبقى اي ار، ده هيبقى اي ان بالشكل ده، تمام. طيب مين اكسس الاينمنت، مين اكسس الاينمنت دوت سنتر، قشطه. طيب خلوا لي انجلش،
خلوا لي عربي. عشان الزرار بيتحول يعني. انجلش خلوا لي عربي، خلوا لي انجلش، خلوا لي عربي، انجلش عربي. تحفه. طب هو عربي دلوقتي لو انا عملت ريستارت راح جاب الديفولت اللي هو الانجليش. طب لا ليه راح جاب الديفولت اللي هو الانجليش؟ ما بتكيش بقى، اعتقد ما بتكيش. جامد. طيب التشينج السيم دي اعتقد في كمان تشينج سيم. طب ايه ده ثواني انا مش محتاج الكنترولر بقى. يعني انا مش محتاج الكنترولر هنا. ايه الكنترولر ده انا محتاجه ليه يا معلم؟ جيت بتقول لك الدنيا ببساطه يا معلم. هتروح على جيت دوت ابديت لوكال بالشكل ده، تديله هنا الاوبجكت ده على طول، ولا محتاج كنترولر ولا محتاج اي حاجه خالص. تحفه اقسم بالله بجد. جامده 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 جامده. بس وهتشتغل، مش محتاج ده خالص نهائي. تعالى نعمل ريستارت هتشتغل. عربي انجليش عربي انجليش. تحفه. نفس الكلام في السيم برضو، اقدر ان انا سويتش ما بين السيم لايت والدارك وهكذا. تعالى نعمله برضو. تعالى نعمله. ادي رو فيرتيكال سبيس او سايز بوكس مثلا. مفيش فيرتيكال سبيس هنا. سايز بوكس مثلا الهاي وليكن ب 30 مثلا. ماشي. وهاجي هنا وده هخليه بدل ما هو انجليش هخليه لايت، وده دارك. اعتقد الحاجات دي عبيطه يعني تعملها باي ستيت مانجمنت تانية، بس فاهم. بس يعني هنا سهله قوي، هنا مش محتاج حاجه حرفيا فاهم. فحاسس ان هي ايزي 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 ايزي. جيت تشينج سيم وبصي له السيم بتاعي لايت. نفس الكلام هنا اخليه له دارك. ما تقنعنيش بالله عليك يا جدع، بالله عليك. شايف الماتيريال اب فاضيه ازاي؟ الماتيريال اب فاضيه فاضيه. اعتقد الماتيريال اب بت في حاجات كتير قوي. جيت كونكت. طيب يعني ايه جيت كونكت؟ ايه؟ اتعامل من خلالها مع الاي بي ايز كمان؟ احلف بالله. مش محتاج اتش تي تي بي، مش محتاج الحاجات دي خالص يا جدع. قول اقسم بالله. هوم بروفايدر ده جيت كونكت. اكستند من جيت كونكت. اوف تحفه تحفه. انا فصلت اصلا، عايز انام. يوم شغل مرهق قوي. فاليو بيلدر. لا بنام خلاص مش قادر. فصلت. افصل يا ابني مش قادر خلاص. ودي كانت الطريقه اللي انا بذاكر بيها. ماشي. مفيش حاجه اقولها. اعتقد ده شفتني بعمل ايه وبتجنن ازاي وبلعب مع بعض بلعب هنا وبلعب هنا وبروح اسال الاي اي هنا وشويه عشان ممكن اسرش، ممكن اشوف ارتكلز يعني. ممكن افتح ميديم مثلا ولا حاجه اشوف ارتكلز على ميديم بتتكلم على الحوار ده. اروح لكلاودي عليه حاجات كتير قوي. بقرا الدوكيومنتيشنز بتاعت اي حاجه انا بس بذاكرها وبتعلم منها وبحب ان انا اشوفها وابص لها. فبس دي الطريقه اللي انا بذاكر بيها يعني. وبحب اتكلم مع نفسي وانا بذاكر يعني، بحب اشرح لنفسي. فعشان كده تلاقيني ممكن نوعا ما يعني. في ناس كتير بتقول ان انا بعرف اشرح، فبشرح نفسي كتير على طول. بس دي الطريقه اللي انت تذاكر بيها او اللي انا بذاكر بيها، ولو عاجبك ذاكر بيها قشطه. اشوفكم في الفيديو الجاي.